السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة أمي حبيبتي. معكم ديليس أم وئام. كما وعدتكم البنات غنبقى نشارك معكم الوصفات اللي كنصوب. هنا عندي المسمن ديال الشحمة وبالفلافل، صراحة كيجي أكثر من رائع. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة والمكونات. قبل ما ندوزو للمقادير البنات، لا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن بارطاج القناه مع احبابكم وصحابكم العائله ديالكم، هكا باش القناه تكبر ويتعرفوا على ناس جداد. وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. وندوزو دابا ان شاء الله المكونات وطريقه التحضير. خليكم معايا. اول حاجه غنبدا بها هي العجينه. كناخذ كيلو ديال الدقيق يكون نوعيه جيده، دقيق ابيض، ونص كيلو ديال دقيق القمح. من الاحسن يكون نوعيه جيده كما قلت لكم، مع معلقه ديال السنيده كبيره وشويه الملح والماء دافي باش نعجنوا العجينه ديالنا. هنا السر البنات ديال الملوي اولا المسمن كما كنقول لكم دائما هو الدليك، وخلوه يرتاح يعني تقريبا واحد ساعه اولا ساعتين الا كان عندكم الوقت. صافي هنا غنخلي العجينه تعجن مزيان ودلك، ومن بعد غادا ندهنها بواحد شويه الزيت ونديرها في واحد البلاستيك غذائي ونخليها ترتاح مزيان. هذا هو القوام ديالها البنات بعد ما تعجنات، ما كتكونش مرخوفه بزاف وما كتكونش قاصحه. صافي هنا خلوها ترتاح وندوزو الحشوه غنحتاج البصله، الكميه كتبقى اختياريه وعلى حسب شحال بغيتو تصايبوا. انا هنا خديت الفلفله خضراء وحمراء دوزتهم في الهاشوار هما والبصله، ما كدوزومش بزاف حتى ما كيبقاوش باينين على هذا الشكل هذا. وعندي الشحمه تاهي دوزتها في الهاشوار، وعندي القزبر والمعدنوس غندير عليهم واحد المعلقه ديال التحميره. بالنسبه للتوابل شويه الخرقوم عرق، شويه البزار، شويه الكمون غير واحد شويه راس المعلقه، وعندي هنا الهريسه معجونه اولا كديروا يعني السودانيه الهريسه اللي كتكون الاخرى، وعندي شويه الملح وشويه الزعتر حتى هو كيكون مطحون. صافي غادا نخلط هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. انا هنا غادا نخدم غير بايدي. صافي تخلطوا هادشي مزيان. كما قلت لكم الكميه كتبقى اختياريه، يعني على حسب يعني شحال بغيتو نتوما. صافي هنا غنخلط مزيان هاد الحشوه حتى كينسجموا مع بعضياتهم، ومن بعد غنديرها في واحد الشبكه نخليها تصفى. ضروري تخلوها تصفى لانها كتطلق الماء. وغادا ندوز من بعد العجينه اللي ارتاحت غادا نعبر. هنا الكرات غندير فيهم 80 غرام، نتوما على حسب الحجم اللي بغيتو صغير اولا كبير. صافي هنا غندير 80 غرام في الكره. كتقدروا ديروها غير عينكم ميزانكم. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الميزان عينكم ميزانكم. انا هنا غير تعودت انني نعبر بحكم الخدمه والطلبيات، يعني كنعبر الملوي والمسمن هكا كنعبرو. صافي ولفت هاد الطريقه واخا كتكون الخدمه غير ديال الدار، زعما الحاجه مصايبه غير للدار. صافي ولفت انني نعبر. هنا كنوريكم القوام ديال العجينه كيفاش دايره البنات بعد ما ارتاح. شوفوا كيجي واحد العجين اللي رائع. هنا تقدروا تخدموا به الملوي اولا المسمن اولا هكا المسمن المعمر، كيبقى لكم الاختيار. صراحه كيكون واحد العجين اللي جد رائع خصوصا لدلك مزيان. صافي غادا نعبر كما قلت لكم الكرات وزن 80 غرام، وانتوما كتقدروا ديروا عينكم ميزانكم. صافي غادا نستمر بهذه الطريقه تنعبر العجينه كامله اللي عندي، وكدهنوا الوجه ديال الكرات وكتغطوهم بواحد البلاستيك غذائي وكتخلوها ترتاح واحد شويه. من بعد كدوزو كتبداو تخدموا فيها. كما شفتوا معايا انا درت الحبات فيهم 80 غرام، وانتم ديروهم يعني عينكم ميزانكم. صافي غنستمر كما قلت لكم بنفس الطريقه وندوزو للطريقه ديال تعمار هاد المسمن المعمر. هنا خديت واحد الزلافه درت فيها الزيت ودرت فيها التحميره هكا على حسب اللون. صافي كناخذ اول كره اللي درت في الاول كنطلقوا غير بالزيت، ما كنستعملوش الزبده نهائيا غير الزيت. صافي غادا نطلق الكره على هذا الشكل. من الاحسن يعني تورقوا الملوي ديالكم عفوا المسمن ديالكم. صافي وغادا ندهن بهذاك الزيت اللي مع التحميره وكنرش بواحد شويه الفينو. صافي كنطويها على هذا الشكل
اللي موضح في الفيديو. وكنحط الحشوه ضروري البنات ديروها في واحد الشبكه حتى كتصفى لانها كتطلق الماء صافي. وكنجمع المسمنه على هذا الشكل وكنحطها على جنب، وكنجيب واحد الكره الثانيه وكنطلقها على هذا الشكل هذا. العجينه ملي كتكون مدلوكه مزيان وكتخلوها ترتاح قبل واحد الساعه تقريبا، راه كتكون واخده لكم الطوع، ما كتمحلكمش في الخدمه، كتطلق لكم بواحد السهوله البنات. صافي هنا غادا نجيب المسمنه الاولى اللي خدمت بعد ما كندهنوا بواحد شويه الزيت وكنرشوا بشويه الفينو صافي، وكنطوو بهذه الطريقه كيف المسمن اللي كنديروا المربع عادي صافي. ونحطها على جنب. غنخدم معكم وحده ثانيه هنا بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي كيبغوا هكا يتعلموا. غنطلق واحد الكره ثانيه على هذا الشكل. طريقه سهله وبسيطه، وصدقوني البنات هذا المسمن كيجي رائع رائع وكيجي لذيذ. واخا الحشوه ما طيباش راه كتجي طيبه، ملي كيطيب المسمن كتجي طيبه. حيت شحال من واحد كيقول لك لا الحشوه ضروري خاصها طيب باش يعني ما كتجيش، كتبقى خضره، ما كتبقى لا خضره لا والو البنات. الحشوه غير طحنوا مزيان في الهاشوار على الشكل اللي وريتكم وكيجي زوين بزاف صافي. هنا كنحط واحد الكميه اللي مهمه كما شفتوا في الفيديو. كنرش دائما بالزيت وكنرش بالفينو. غنجيب الكره الثانيه حتى هي كنطلقها بنفس الطريقه صافي. كنطلقوها مزيان وكندهنوها بشويه الزيت وكنرشوا الفينو وكنحط فيها المسمنه الاولى اللي درت على هذا الشكل هذا اللي موضح في الفيديو صافي. بعد ما غنكمل الكميه كامله اللي عندي، وعاد غادا ندوز باش نطيبهم ان شاء الله صافي. غادا نحطها هنا على جنب حتى نكمل الكميه كامله. هنا غادا ناخذ واحد اللاطه وغادا ندير فيها واحد الربعه، لان النص غنطيبه في الفران والنص غنطيبه في المقله، حيت كاين اللي بغاه في الفران وكاين اللي بغاه في المقله. بجوجهم كيجيو زوينين البنات، يعني بحال الفران بحال المقله، كيبقى لكم الاختيار صافي. هنا هذا ديال الفران ما كنرقوش بزاف، ماشي بحال ديال المقله، كنبسطو غير واحد شويه على هذا الشكل. راه كيبان لكم السمك ديالو كيفاش داير. كندهنوا بواحد شويه الزيت من الفوق، والفران كيكون سخون من قبل. العافيه كتكون ما كتكونش مجهده وما كتكونش مهيله بزاف، يعني كتكون متوسطه باش هكا كيطيب على خاطره صافي. غندخل هاد اللاطه الفران وندوز ان شاء الله باش نطيبوا المسمن ديال المقله. هنا كنشدوا، ما كتحاولوش تورقوا بزاف من الوسط، كتركزوا على الجوانب صافي. والمقله كتكون كتسخن من قبل. هنا غادا نحطها في المقله كما شفتوا معايا صافي، وكتخلوه كيطيب على خاطره. صراحه كيجي زوين بزاف وكيجي اكثر من رائع. غير جربوها البنات وردوا عليا الاخبار صافي. هنا كنبقى نقلب فيه على هذا الشكل هذا، راه كيتنفخ وكيجي زوين بزاف صافي. مني كيطيب كنحطوه على جنب وكنغطيه صافي. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، وغتشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال المسمن ديال الفران. شوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي مقرمش وكيجي لذيذ بزاف. صدقوني البنات جربوه ما غاديش تندموا، وسهل والمكونات ديالو بساط وكيجي لذيذ. غنقطع معكم واحد الوحيده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كيجي، هو هذا. وغنوريكم حتى ديال المقله الشكل ديالو النهائي. وهذا الشكل النهائي ديال المسمن ديال المقله. صراحه بجوجهم كيجيو زوينين بزاف، غير الاذواق كتختلف، كاين اللي كيبغي في الفران وكاين اللي كيبغي في المقله. كما شفتوا معايا هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيجي. صراحه كيجي اكثر من رائع. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش البنات من اللايكات ديالكم والاشتراك في القناه اللي ما مشاركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.